موقع سوف سكور العالمي والمتخصص في الإحصائيات يمنح إمام عاشور أفضل تقييم في مباراة الأهلي والهلال السوداني بعد تسجيله هدف اللقاء الوحيد، ويمنح محمد الشناوي تاني أفضل تقييم في المباراة بعد دور المؤثر في نتيجة اللقاء، ويمنح وسام أبو علي وبن شرقي التقييم الأسوأ في المواجهة. بيراميدز ينتظر الفائز من أورلاندو ومولودية الجزائر في نصف نهائي دوري الأبطال بعد الخسارة بهدفين نظيفين فقط أمام الجيش الملكي وضمان التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. ميشيل يانكون مدرب الحراس بالأهلي ومارسيل كولر يشيدون بشكل كبير بمستوى الشناوي أمام الهلال السوداني وإنقاذ مرماه من أكثر من هدف مؤكد خلال المواجهة رغم الفوز والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال. حالة من عدم الرضا الكبيرة تسيطر على أغلب جماهير الأهلي من الإدارة الفنية السيئة من مارسيل كولر للمباراة. كولر يؤكد رضاه عن مستوى الفريق أمام الهلال السوداني، ويؤكد أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تقديم المطلوب منهم على أفضل ما يكون رغم صعوبة الأجواء وأرضية الملعب التي صعبت عليهم الأمور، ويعترف بأن الأداء لم يكن جيد بالقدر الكافي ولكن الأهم تحقق وهو الانتصار والتأهل. وفيما يخص مواجهة صن داونز بنصف النهائي فالفريقين يعرفون بعضهم جيدا بسبب المواجهات التي جمعتهم سابقا، وهو ما يؤكد أن المهمة لن تكون سهلة، لكن من الجيد بالنسبة له أن لقاء الإياب سيقام في القاهرة والذهاب في جنوب أفريقيا، وأنه بغض النظر عن صعوبة المباريات القادمة فهو يستهدف تحقيق اللقب. كاردوزو مدرب الترجي السابق وصن داونز الحالي يؤكد سعادته بتأهل فريقه على حساب الترجي لنصف نهائي دوري الأبطال، ويؤكد أن مواجهة الأهلي ستكون متكافئة بشكل كبير، خصوصا أن الفريقين متقاربين للغاية في المستوى، وأنه لا يهتم بنتائج المباريات السابقة بين الفريقين بقدر الاستعداد الجيد لهذه المواجهة، خصوصا أنه سيواجه فريق تاريخه في البطولة يتحدث عنه، وأنه مازال يتذكر النهائي الذي جمعه بالأهلي العام الماضي حينما كان يقود الترجي. يوريتيتش مدرب بيراميدز يؤكد أن ناديه الآن أصبح من أكبر 4 فرق في القارة، وأنه لم يتوقع أحد أن يحدث ذلك بهذه السرعة، وأنهم الآن يستهدفون تحقيق اللقب بغض النظر عن المنافس في الدور القادم. محمد الشناوي يهنئ زملائه بالفوز والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال وضرب موعد جديد مع صن داونز، ويؤكد لهم على ضرورة إغلاق الصفحة الإفريقية مؤقتا، خصوصا أنه تنتظرهم مباراة صعبة جدا قد تكون الأهم في الموسم أمام بيراميدز في الأيام القادمة، والذي يحتاج فيها الفريق للفوز للعودة بقوة للمنافسة على بطولة الدوري. ناصر عباس الخبير التحكيمي يؤكد تحفظه الشديد على مستوى الحكم الذي أدار مباراة اليوم والحكم الذي تواجدت على تقنية الفار، ويؤكد أن إمام عاشور كان يستحق ركلة جزاء في الكرة الذي رفض مخرج المباراة إعادتها والتي كانت في الدقيقة 66، ويؤكد أيضا أنه كان هناك ضرب بدون كرة لمحمد هاني من أحد لاعبي الهلال، وهو ما كان يستوجب إشهار كارت أحمر لهذا اللاعب، وأن حكم المباراة كان محظوظ بفوز الأهلي بالمباراة وتلاشي الجميع الحديث عن هذه الأخطاء. ويؤكد الكاف أن الأدوار المقبلة تحتاج إلى حكام أفضل. كولر يشيد بمحمد هاني وأكرم توفيق بعد إيقاف خطورة جون كلود نجم الهلال الأول تماما وعدم منحه أي فرصة لتهديد مرمى الفريق على مدار المباراة. اعتماد كولر على طاهر محمد طاهر العائد من الإصابة الطويلة أمام الهلال السوداني واحتفاظه بحسين الشحات على مقاعد البدلاء يؤكد أن الأخير يحتاج لمراجعة حساباته بشكل كبير لمعرفة السر وراء تفضيل الجهاز الفني للاعب عائد من إصابة عليه رغم الفوز والتأهل. حالة حزن تظهر على وجه محمد مجدي قفشة بسبب استمرار تجاهله من مارسيل كولر وعدم الاعتماد عليه في المباريات الأخيرة. جماهير الهلال السوداني تهاجم إدارة ناديها بعد الخسارة مجددا أمام الأهلي والخروج من دوري الأبطال بسبب عدم وجود مهاجم بديل لمحمد عبد الرحمن مهاجم الفريق الأساسي الذي أثر غيابه بشكل كبير على الفريق. جماهير الأهلي تسخر من صحف صن داونز وتطالب محمد هاني بإخراج جون كلود بالونة الهلال السوداني من جيبه طالما انتهت المباراة. مدرب الهلال السوداني يؤكد أن فريقه لم يكن محظوظ بمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال بسبب خبراته الكبيرة وتمرسه في دوري الأبطال، وأنهم حاولوا العودة في النتيجة ولكن كان هناك مشكلة في اللمسة الأخيرة. محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالأهلي يشيد بطاهر محمد طاهر بشكل كبير ويؤكد أن المستوى الذي ظهر به اللاعب في اللقاء يحسب له، خصوصا أنه عائد من إصابة طويلة جدا، وبالرغم من ذلك بعد دخوله صنع الفرق في المباراة. ويشيد كذلك بإمام عاشور والإنهاء الأكثر من رائع لكرة الهدف، ويؤكد أن هذه المباريات ليس شرط فيها الأداء بقدر تحقيق النتيجة المطلوبة، وأنه كان يمكن للأهلي تسجيل أكثر من هدف آخر اليوم، خصوصا أن العشوائية في دفاعات الهلال السوداني كانت كبيرة بعد تلقي الهدف الأول، وأنه سعيد بالفوز اليوم لأنه سيمنح الفريق دفعة قوية قبل مواجهة بيراميدز المهمة في بطولة الدوري والتي ستحسم بشكل كبير المنافسة على لقب الدوري الفترة القادمة.
وائل جمعة يؤكد رضاه الكبير عن مستوى أشرف داري ورامي ربيعة وظهورهم بشكل مميز أمام الهلال السوداني في مواجهتي الذهاب والإياب، ويشيد بتمرير الطاهر الرائعة والإنهاء المميز لإمام عاشور لكرة الهدف في مواجهة اليوم، ويؤكد أن الأهلي استغل عشوائية المنافس بشكل جيد وحصل على ما يريده من المباراة بفضل خبراته، وأنه فقط كان يتمنى أن يضع كولر من البداية كل لاعب في مركزه، وأنه غير قادر على توجيه اللوم لوسام أبو علي، خصوصا أن توظيف اللاعبين بجانبه كان خاطئ ولم يساعده على إظهار إمكانياته. ويؤكد أيضا أنه يحسب لنادي بيراميدز التأهل لنصف النهائي في ظل الغيابات الكبيرة في صفوفه في مواجهة اليوم، لكنه يتوقع أن يتأثر الفريق في الأدوار المقبلة بسبب عدم امتلاكه جماهير. محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي يحذر كولر بشدة من التأثير معنويا على وسام أبو علي، وجعل الأهلي يفقد واحد من أهم مهاجميه في السنوات الأخيرة من التعامل الغير جيد مع اللاعب. ويؤكد أنه كان من الأفضل خروج جراديشار اليوم ومنح وسام الثقة لاستكمال المباراة ومساعدته على تسجيل هدف واستعادة الثقة بنفسه، خصوصا أن مستوى جراديشار كان سيء أيضا ولا يختلف كثيرا عن مستوى وسام أبو علي. ويؤكد أنه يعذر المهاجم الفلسطيني بسبب طريقة اللعب التي لا تخدمه، وأنه يتمنى أن يحاول كولر مساعدة اللاعب بدلا من تغييره الغير مبرر في كل مباراة. غضب عارم يسيطر على حسين لبيب وميدو وكل من هو زملكاوي من والد اللاعب الذي خرج في البرامج وهاجمهم بشكل كبير واتجاه لاستدعاء اللاعب للتحقيق غدا. سيد عبد الحفيظ يتمنى أن تنتهي صفقة انتقال زيزو للأهلي على خير، ويؤكد أنه لاعب كاريزما ويناسب تماما النادي الأهلي وسيشكل إضافة كبيرة للفريق الأحمر. ويؤكد أن زيزو هو الصفقة الذي تمناها كثيرا على المستوى الشخصي، ويسخر من ميدو ومسؤول الزمالك بطريقة غير مباشرة. ويؤكد أنه يتمنى أن يظل زيزو ووالده محترمين مثلما أكدوا مسؤول الزمالك على صفحاتهم خلال الأيام الماضية. كل الأنباء الواردة تؤكد أن أحمد حسام عوض عضو شركة الأهلي لكرة القدم هو من كان يقود مفاوضات الأهلي مع والد زيزو، وأنه من حصل على توقيع اللاعب في منزله. مروان عطية يؤكد أن خبرات الأهلي تساعده في هذه الأدوار من البطولة، وأنهم جميعا كانوا على قلب رجل واحد ويستحقون التأهل اليوم لنصف النهائي، وذلك بعد احترام المنافس وتقديم مباراة جيدة. موقع بطولات يتسبب في حالة قلق كبيرة في الزمالك بسبب تأكيده بأن الأهلي قد يضم محمود الونشي في حال تعثر التجديد لأي من رامي ربيعة أو ياسر إبراهيم. نادي الزمالك ينفي استبعاد حسام عبد المجيد من معسكر الفريق لمباراة الغد بسبب ارتباط اسمه بالانتقال للأهلي خلال الساعات الأخيرة. غياب إبراهيم عادل ورمضان صبحي وبلاتي توريه عن مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي للإصابة يثير الشكوك حول إمكانية تواجدهم أمام الأهلي في المباراة المرتقبة، والبعض يؤكد أن غيابهم قد يكون مناورة فقط ومحاولة لتشتيت الجهاز الفني للأهلي قبل المواجهة المرتقبة. والد أحمد سيد زيزو في تصريحات تلفزيونية: مجلس الزمالك غير قادر على تحمل المسؤولية وهدفهم تسليم ابني للجماهير وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من خلال التسريبات، وأطالبهم بالخروج لمواجهتي، وأنا قادر على كشف أمور تجبرهم على الجلوس في منازلهم وعدم الخروج والذهاب مرة أخرى إلى النادي. هذا المجلس تعامل بأهانة كبيرة مع نجلي وطلبوا من بعض الجماهير مهاجمته وسبه، وبالعامية كده داسوا على كرامته. عرضت على حسين لبيب أكثر من مرة عروض بملايين الدولارات من الخليج، لكنه كان خايف من غضب الجماهير، وقلت له نصا: زيزو شاري الزمالك، خد قرار وجدد، ولو مفيش فلوس تجدد له وافق على العرض اللي يرضي النادي، لكنه تهرب من اتخاذ أي خطوة. وعضو في نادي الزمالك قال: انتوا عاوزيننا نبيع النادي عشان نجدد لزيزو، وخرجوا بعدها وسربوا للبرامج والصحفيين والصفحات ان السبب ابني وانه طالب 100 مليون جنيه، لكننا لم نطلب ذلك وكنا نبحث عن التقدير فقط، وانا صعيدي وكرامتي اهم وقبل اي فلوس. ميدو هو من يدير نادي الزمالك حاليا والجميع يسير وراءه، وليس حسين لبيب كما يتصور البعض، وهو من يطفش نجلي واتخذ قرار باستبعاده وتجميده، ولكن ابني مش هينتحر ولا هيموت بسبب تجميده في نادي الزمالك، وسيستغل هذا الامر ويريح اعصابه، وعلى ميدو ان يلعب هو غدا بدلا منه. مجلس الزمالك فيه شخصيات محترمة مثل هاني بيرزي وعمرو أدهم وحسين السيد، لكنهم مش أصحاب القرار وتم إبعادهم عن ملف زيزو لأنهم رافضين تسليمه للجماهير. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وأتمنى تشاركنا برأيك وتقول لنا شايف من وجهة نظرك مين يستحق جائزة رجل مباراة النهاردة. هستنى رأيكم واشوفكم على خير في حلقة جديدة.